السلام عليكم، معكم اسماء في مطبخي مع اسماء. هنعمل مع بعض النهارده اللبن الرايب. حلو قوي. ممكن تشربيه كده، حلو للمعده. ممكن نستخدمه في المعجنات، بيطلع معجنات روعه، وطريقته حلوه جدا وبسيطه جدا، ان شاء الله تعجبكم. معايا هنا الاول كيلو من اللبن، حطيته على النار يغلي. بعد ما يغلي معايا هطفي عليه واسيبه لحد ما يبقى دافي معايا. تمام. اول ما يدفع معايا، يعني تحطي صباعك فيه كده تلاقيه دافي وايدك مستحملاه. اول ما يبقى دافي معايا هحط معايا علبة زبادي. معايا علبة من الزبادي اهي. على الكيلو لبن بنحط علبة من الزبادي. بعد كده هعصر عليه نص ليمونة فقط، نص ليمونة بس. انا هقلب الزبادي كويس لحد لما تلاقيه داب معاكي في اللبن وتوزع كويس في اللبن. بعد كده هعصر نص الليمونة وهسيبه بقى لمدة 4 أو 5 ساعات. يعني هغطيه وهسيبه كده في مكان دافي لمدة 4-5 ساعات. هركنه كده على جنب، وبعد 4-5 ساعات بيبقى اللبن الرايب جاهز معاكي. بنحتفظ بقى بيه في التلاجة. مدة صلاحيته كام؟ صلاحيته أسبوع. هنا حطيت نص معلقة صغيرة من الملح أو ربع معلقة صغيرة من الملح، وهقلب وخلاص على كده. هنغطيه ونسيبه 3-4 ساعات على الرخامة بتاع المطبخ او في الفرن بتاع البوتاجاز، وبسيبه. وبعد كده بحتفظ بيه في التلاجة لمدة اسبوع. بيقعد معايا لحد اسبوع، مش بيجراله اي حاجة. هنا بقى هحطه معايا في الشفشق زي ما انتم شايفين كده معايا، وهحطه فيه في التلاجة. عايزه اقول لكم طعمه جميل جدا، جربوه ان شاء الله يعجبكم. يعني طعمه بجد احلى من الزبادو اللي احنا بنشتريه. اشوفكم في فيديو جديد في مطبخي.